السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وكل متابعين القناة. إن شاء الله النهاردة وصفتنا وصفة مفيدة جدا. من ناحية إن احنا نستفيد بأي حاجة موجودة في البيت. أنا عندي الكيكة باظت للأسف، ما كانش فيه بيكنج باودر وحطيت كربونات وما رفعش معايا فباظت قدامنا. طبعا وعارفين الكيكة فيها بيض وفيها لبن فيها زيت فيها مكونات، طبعا دلوقتي بنشتريها بالغالي فما ينفعش نقول نرميها. لا، عندك اي كيكة بايظة اوعي ترميها. تعالى اقولك على فكرة انها هنستفيد بيها منها من غير ما نرميها، وهتطلع احلى ما كانت من الاول. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنا قطعت الكيكة حطيتها في طبق، جبت كوبايتين مية مغلية، كوبايتين كبار مية مغلية، وصبيتها على الكيكة. حط المية المغلية على الكيكة وشوف الوصفة اللي هتطلع منها. بعد شوية هقعد اقلب كل شوية كده، يعني 5 دقايق، واروح مقلبة اللي من تحت من فوق بحيث كلها تبوش في المية السخنة اللي احنا حطيناها. بعد كده روحي على الخلاط اضربيهم على مرة او مرتين زي ما يطلع، بس ضربة حلوة كده. هيطلع معانا السائل مع هيبقى قوامه زي ما انتوا شايفين تقيل. هيبقى قوامه بالطريقة دي، شايفينه؟ مش هحتاج احط اضافات غير حاجات بسيطة خالص. احط معلقة كركم، تمام، معلقة سكر او معلقتين. هي الكيكة غامقة لان انا كنت عاملاها كيكة صحية، عاملاها بدل السكر حتى فيها كان بلح عجوة، بحيث ان انا احلي بالبلح العجوة مش بالسكر. فعشان كده تحسوا الكيكة غامقة شوية، لان انا كنت مش حاطه لها سكر، حاطه لها بلح عجوة. حطيت معلقتين سكر، حطيت معلقة كركم كبيرة، ومعلقة خميرة كبيرة، ومعلقة خميرة كبيرة. يبقى حطينا ايه؟ هي دي الاضافات اللي هنحطها. مش هحط لا سمنة ولا زيت ولا لبن ولا اي حاجة تاني، غير في الاخر هلم بشوية زيت صغيرين. يبقى حطيت معلقتين سكر، معلقة كركم، معلقة خميرة كبيرة. كل المعالق اللي انا قلت عليها دي كبيرة. هنقلبهم كتقليبة حلوة كده كويسة، عشان نتأكد ان المكونات اللي احنا حطيناها، الخميرة والسكر والكركم، داب كويس او تقلب في معظم العجينة كويس. بعد كده نجيب الدقيق، هنحط على حسب احتياج العجينة اللي قدامي. هحط مثلا 3 كوبايات دقيق واعجن، وبعد كده اشوف لو عايز تاني هحط. تمام. المقدار الدقيق ده ملوش مقدار، لان انا عندي الكيكة ممكن تكون كيكة صغيرة كيكة كبيرة على حسب الموجود عندك. وحطيت لها كوبايتين مية مغلية كبار، فهتاخد. والدقيق طبعا انتوا عارفين في دقيق بياخد سوائل وفي دقيق مش بياخد سوائل، فعلى حسب احتياج العجينة قدامي انا هحط الدقيق واقلب واعجن كويس. تمام. دلوقتي يعني حاجة حلوة ان احنا في حاجة ممكن كنا هنرميها، لا هنطلع منها حاجة تانية وحاجة حلوة وكمية حلوة وهتعجبكم دلوقتي هتشوفوها قدامكم. ما نرميش الكيكة ابدا، اوعي ترمي الكيكة. تعالي شوفوا الوصفة ان شاء الله تعجبك وهتنفذيها. حاجات دلوقتي كلها بالغالي، فما ينفعش نرمي حاجة عملناها وكلفناها. بعد ما لميت العجينة هجيب شوية زيت صغيرين كده في ايدي، هلم بيهم العجينة. شايفين العجينة؟ لا هي مقفولة جامد ولا هي طرية خالص، بتلزق بس بسيط. والزيت اللي انا هلمه بيه هيخلي التلزيقة دي برضو ايه، تخف. زي ما انتوا شايفين انا لميتها بحبة زيت صغيرة. ايه رأيكم؟ عملنا عجينة قرص تحفة. هو فعلا حاطين فيها مواد حلوة وكويسة، وهنعمل كمية اكتر من كمية الكيكة اللي احنا كنا عاملينها. هقرص القرص. طبعا القرص دي ممكن احشيها قرفة بسكر، ممكن احشيها عجوة. انا هحشي منها جزء هنا بعجوة وجزء هسيبه سادة يفطروا بيه بالشاي كده الصبح كده في العصرية. حلو اوي فطار الصبح. احلى قرص طرية وطعمها حلو وريحتها جميلة ومفيدة، لان فيها كل مكونات الكيك. زي ما انتوا شايفين بقرصها كده. دي بحط جزء انا حطيت فيه عجوة. طبعا ده براحتك، انتي هتحطي عجوة، تحطي شوية قرفة بسكر، مربى زي ما انتي حابة تحشيها براحتك. عايزة تسيبيها سادة برضو براحتك. وما احلى المخبوزات دي في البيت، وريحة الحاجات دي في البيت، ريحة الخير والبركة كلها في البيت.
شايفين الكمية؟ ادي صينية الكيكة، عملنا منها كام صينية، كام قرصة، وقرص كبيرة، انا عاملاها حجم كبير مش حجم صغير. ايه رأيكم؟ مفيش بعد كده. متهيألي كل واحدة دلوقتي تتمنى الكيكة تبوظ منها عشان تعمل الجمال ده. دخلناهم الفرن طبعا، ولعنا فوق وتحت، ونخلي بالنا من الوش. انا دهنت الوش معلقة لبن كده بالفرشة قبل ما ادخله الفرن، ورحت دخلته الفرن مولعة فوق وتحت لغايه ما وش احمر كده باللون الجميل اللي قدامنا. تمام. هنطلعه بقى. وحلوه القرص دي، لو معايا كميه ممكن احطها في اكياس احطه في التلاجة، لان انا فعلا عملنا كميه من صينيه الكيكه. شوف طلعنا كام قرصه، وقرص حجمها حلو مش صغيره. حاجه حلوه كده ونضيفه وحلوه للفطار. للعشاء مع كوبايه لبن حلوه، مع حته جبنه حلوه. في ناس تحب تاكلها بالجبنه برضو، طعمها خرافه وجميله وحلوه. شايفه يعني حلوه، ارتفعت حلو. شايفين شكلها ولونها تحفه، تفتح النفس. متهيألي كلنا هنتمنى دلوقتي الكيكه تبوظ مننا عشان نعمل الحاجات الحلوه دي، وطعمها طري ومن جوه مختمره حلو، طعمها حلو ومغذيه. هنفتح واحده قدامنا دلوقتي، هتشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي. اتمنى تنفذوا الفكره، واوعي ترمي اي كيكه تبوظ منك. لا، ادينا عرفنا ممكن نعمل بها ايه. هنفتح واحده دلوقتي نشوف شكلها ايه من جوه. شايفين الجمال؟ حاجه روعه، حاجه تفتح النفس كده على الفطار، وكميه حلوه. ادي صينيه الكيكه اللي كنا هنرميها، محطناش غير شويه الدقيق عليها والخميره ومعلقه السكر والكركم، معلقتين السكر والكركم، وطلعنا احلى مخبوزات. قرص طريه، طعمها حلو وريحتها تحفه، تستاهل بقكم. شايفينها ارتفاعها حلو ازاي؟ يلا نملى البيت خير كده، وما نرميش حاجة، ونستفيد من كل حاجة. وان شاء الله طبعا الحاجة ما بنحافظ عليها ربنا بيزيدها وبيبارك فيها، غير ما بنهدر فيها طبعا. لا، حاجة مش كويسة. اتمنى ان شاء الله تجربوها، وما تنسوش لو شفتوا الفيديو للاخر، ما تنسوش لو عجبكم اللايك عشان بتنسوه، وما تنسوش الاشتراك، وتبعتوا لي تعليقاتكم وتنفذوها وتقولوا لي ايه رأيكم. ادي شكل الكيكة من جوه.